أورد رحمه الله هذا الأثر عن الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، أي أن لا تكون حاجته إلا إلى الله، ولا يفزع في شيء من حاجاته إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق كلهم يستوون في الفقر إلى الله، كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله هو الغني الحميد. ومما مر علي من عجيب القصص ونافعه أن رجلا كان عليه دين ثقيل، فاستشار بعض رفقائه في ماذا يصنع. قال: اذهب إلى فلان، وأحاله إلى شخص مسؤول ومليء عنده مال. قال: تجد في المكان الفلاني المسجد الوقت الفلاني واعرض عليه حاجتك، اعرض عليه حاجتك. فذهب في الوقت الذي قال له صاحبه، وفعلا وجده في المسجد، لكنه لما أقبل عليه وإذا بذاك المسؤول المليء بالمال رافع يديه يدعو، يقول: فنظرت إليه وقلت سبحان الله هو أيضا فقير مثلي. نظرت إليه قلت سبحان الله هو فقير مثلي، والله لا أسأل فقير مثلي، والله لا أسأل إلا من لجأ إليه هذا الرجل، لا أسأل إلا الله. فصلى وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال، وألح على الله بصدق، وهيأ الله له من أبواب الرزق ما أغناه به عن خلقه. هيأ الله له من أبواب الرزق ما أغناه به عن خلقه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.